السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم توتة من مطبخ حلو وحادق. النهاردة هنعمل سمك السبيط بطريقة سهلة وبسيطة، ورز الصيادية بطريقة اسهل وابسط من كده اظن مفيش. لو مش مشتركين في القناة اشتركوا وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وعرفونا بنفسكم تحت في الكومنتات عشان نرحب بيكم. ويلا بينا نبتدي عشان نعرف معانا مقادير ايه. السمك الفيليه بتاعنا معانا المقادير عبارة عن ايه. معايا طماطميتين هنقطعهم وهنفرمهم مع الثوم. الثوم بتاعي حوالي 5-6 فصوص ثوم، يعني ما كترش، انا كنت مفصصاه هنا اهو، لكن احنا هناخد بس حوالي 5 بس، 5 أو 4. ومعانا وحدتين ليمون منهم منصاص برضه، هقولك هنعمل بيهم ايه. معانا التوابل بتاعتنا عبارة عن معلقة كمون، معلقة بصل بودرة وثوم بودرة، اللهم صل على النبي، معلقة قرفة، معلقة رشة فلفل اسود بسيطة قوي ما تكتريش، ورشة قرفة، ورشة بهارات سمك. ما عندكيش حطي البهارات اللي انا قلت عليها بس. السمك بتاعنا انا جبته وقطعته بالشكل ده كده، انا بحب اقطعه كده، انت ممكن تجيبيه وتسيبيه سليم زي ما هو. دلوقتي هنجيب بقى ايد الهون والهون بتاعنا، ونفرم الثوم. ناخد بقى 5 فصوص ثوم ونحطهم في الهون بتاعنا. لو عايزه تعمليهم في الكبه اعمليهم، لكن انا بحب بصراحه ان انا اعملهم كده، بيخلوا الريحه تحفه. نحط 5 زي ما قلنا واطحنهم كويس اوي. دلوقتي بعد ما فرمناه بالشكل ده هنقطع الطماطم، نفرمه بقى كويس قوي. دلوقتي فرمناه مع بعض اهو. هننزل بالكمون والتوابل بتاعتنا اللي كانت عباره عن فلفل اسود ورشه كزبره ناشفه ورشه بهارات سمك ورشه كمون معلقه، والملح بتاعك على حسب الرغبه. هننزل بقى بالليمون بتاعنا كله. اي بذر انا بشيله لما بقلب. انا عندي اللهم صل على النبي، عندي العصاره بس انا ما بحبهاش بصراحه، لان ما بتوصليش الليمونه كامله، لكن بايدي بعصر عادي. ده في الكبه بتاعتك وتقومي شغال عليه، انما كده تبقى ريحه وطعم تاني خالص. جربيه وان شاء الله يعجبك جدا. كده نزلنا بالليمونتين بتوعنا. هنجيب بقى يعني شويه خل، حوالي معلقتين خل بور، دي معلقه ودي التانية، عشان ما يتهريش منك السمك متكترلوش خلي كتير. وانا حاطه ملح بس هحط برضو شويه كمان ونشوف ايه الدنيا. بجد الخلطه دي تحفه قوي، اعتمديها وان شاء الله بص الريحه عامله ازاي. ده انت كده واكلاه حكايه. عايز ملح تاني. هنجيب بقى شويه ملح تاني ونظبطه. دلوقتي حطينا ملح هنظبطه. هظبطه. هي تعبانه بس توته تعبانه وعندها برد. عذرا على صوتي. ادعوا لها بقى، ادعوا لها ان ربنا يشفيها يا رب. الايام دي برد، البيت كله واخد برد. هننزل بقى بالخليط بتاعنا على السمك، بس هنجيب حاجه تكون يعني غويطه. دلوقتي هننزل بالسمك بتاعنا في حاجه غويطه زي ما قلنا، وننزل بالخليط بتاعنا. في ناس هتقولي ازاي التوته تعبانه وبتعملي سمك، انا نفسي فيه قوي بامانه، فلازم اعمله. برضو مش هاكل منه كتير عشان ما تتعبش، بس بقى على الله يعني. نقلب بقى كويس قوي وهنسيبها في الخليط ده حوالي نص ساعه في التلاجة. مستعجله يا توته عايزه اعمله، اعمليه حبيبتي، اعمليه على طول وان شاء الله يطلع معاكي زي الفل. بس لو سبتيه ساعه نص ساعه ممكن تتبليه من بالليل برضو وتروحي عاملاه وتسيبيه في التلاجة زي ما والدتي قالت لي، لان سبتيه الدنيا ساعه. شتا مش برد يا حبيبتي، يعني ممكن تعملي كده. هسيبه انا بقى. دلوقتي هننزل بالتوابل بتاعتنا.
التوابل دي بتفرق قوي مع السمك، وبالذات هننزل بالنشا. لو ما عندكيش توابل سمك او بهارات سمك مش لازم، حطي كمون، وهنكتفي بالملح ورشه كزبره ناشفه هرشها دلوقتي عشان نسيت. بتبقى جميله قوي في السمك، في الجمبري، في الاسماك عامه، يعني في المأكولات البحريه بيبقى الكمون، الملح، كزبره ناشفه كده رشه، رشه كمان، ما تقلقيش خالص، تبقى خلي ريحه الاكل وطعمه حكايه تانية خالص. ونقلب بقى كويس قوي كده. بعد ما السمك بتاعنا قعد نص ساعة بالظبط في التلاجة، بجد ريحة تحفة. انت لو عايزة تعمليه على طول برضو بيبقى حكاية. ومعانا مع كوبايتين كبار دقيق، معايا رشة كمون ورشة بهارات سمك ورشة ملح، ومعايا معلقتين كبار نشا. هننزل بقى بالخليط بتاعنا اللي هو عبارة عن الكمون والنشا بتاعتنا. هننزل بقى على الدقيق. حطيت التوابل بتاعتنا اللي هي كانت الملح، كان الكمون والكزبرة الناشفة، وتوابل السمك او توابل السمك يعني بتبقى موجودة، ما عندكيش مش لازم. ونقلبه بالشكل ده مع بعض. وهننزل بسم الله الرحمن الرحيم، نقلبه كويس كده وننزل. نقلب بقى كويس قوي كده السمكية واحدة واحدة. بجد جربي الوصفة وجربيه، هيعجبك ان شاء الله جدا. معانا مقادير الرز عبارة عن ايه. معايا الرز بتاعي على حسب الكمية بتاعتك، معايا عندك 2 كيلو اللهم بارك، على حسب الكمية بتاعتك. ومعايا بشر طماطمايه هقولك هنحطه امتى. ومعايا بصلتين متقطعين صغير، بصلتين كبار، يعني مثلا لو كيلو رز اعملي 3 بصلات، لو بتحبي البصل قليل اعملي بصلتين. بتحبي مثلا البصل كبير شوية، يعني ما يكونش تقطيعته كبيرة قوي، يعني وسط، بس انا بحب تقطيعته تكون صغيرة. وبرده ما تربطيش نفسك بيا، اللي تحبيه اعمليه. ومعايا الكمون بتاعي عبارة عن ايه، عبارة عن معلقة صغيرة. ومعايا رشة جوز الطيب، رشة فلفل اسود، رشة حبهان، يعني ممكن ترشيها وممكن لا على حسب رغبتك. ورشة كزبرة ناشفة، ورشة بابريكا، ورشة قرفة، ورشة سكر. هقولك هنحط السكر امتى بالظبط. دلوقتي معانا زيت على النار في الحلة. دلوقتي الزيت بتاعي سخن اهو مولع نار. نزل بالبصل بتاعي، لسه هنزل بالبصلايه التانية. بسم الله الرحمن الرحيم. دايما نسمي الله، نذكر الله كده طول ما احنا بنشتغل، نذكر الله، نذكر الرسول عليه الصلاه والسلام، الاكل بتاعك يطلع جميل زي القمر. عصاية الخشب طبعا احلى. هنستناها بقى تدبل شويه كده. بعد ما احمرت هننزل بمعلقه السكر ديت، سر كل مطعم بجد، تحفه تحفه تحفه. نقلب بقى كويس قوي كده. نزلنا بقى ببصر الطماطم، حكايه مش قادره اوصف لكم الريحه جميله ازاي. والدتي بقى تنزل معاكم بالكمون، وهننزل بكل بقى التوابل. فكركم تاني بالتوابل كانت بتبقى جميله قوي قوي قوي. جربي تعمليه بالوصفه ديت بالطريقه دي مش هتندمي. بس ما تحطيش الكمون الا مع البصل والقوطه، اوعي تحطي الكمون مع الميه بتاعت الرز، مش هيبقى ليه اي طعم. اعملي زي ما احنا بنعمل كده وهيعجبكم، وقولوا لنا بقى رايكم فيه. الكمون والكزبره الناشفه وجوز الطيب والتوابل اللي انا قلتها في اول الفيديو. نقعد بقى نقلب كده شويه عقبال بس ما يندمجوا مع بعض كده، يتكرملوا كده حبه صغننين.
بجد ريحة تحفة من قبل ما نعمل حاجة اصلا. وعلى فكرة ما تغليش مية الرز دوت ابو بصل، ما يغليش مية ليه، تحطي مية عادية، تجيبي مية من الحنفية وتحطي مية عادية، ما تحطيش مية سخنة عشان الرز ما يعجنش منك، مش زي الرز ابو شعرية، ده وضع وده وضع. دلوقتي بعد ما قلبنا فيه كويس قوي الكرمل هننزل بالمية بتاعتنا. انت لو هتحطي كوبايتين رز حطي قصادهم كوبايتين مية. كوبايتين ونص. هتحطي مثلا 3 رز حطي 3 ونص وهكذا. خلي بالك في رز يا حبيبتي بيشرب ميه كتير وفي رز ايه ما بيشربش ميه. احنا هنحط حبه تانية اهو قدامكم كده. انا حطيت 3 كوبايات ونص. اهم حاجه ان انت ما تكتريش الميه قوي، يعني حتى لو قليتيها ممكن ان انت تعالجيه، انما لو كترتيها مش هتعرفي تعالجيه. نستناها بقى تغلي. ونحط بقى ايه حبه ملح، نظبط بقى الملح بتاعه ونظبط كل حاجه. نغسل الرز بتاعنا كويس قوي عشان ينزل كل النشا وكل النشادر اللي فيه. بعد كده هنحطه مع بعض. ظبطي الملح بتاعك زي ما انت حابه. حطي وذوقي عشان ايه ما يبقاش ملح منك. حطي وذوقي زي ما انا بعمل كده. لسه عايز حبه تاني. والسلام بقى لما تحطيه في وسط الرز كده يديكي طعم جميل، بس ما تفتحوش. شوفي قرن الفلفل وكده حطاه حلو. اوعي تفتحيه عشان ما يعملش ايه، ما يبقاش حرق لي على قلبك. استناها بقى لما تغلي، هنسيبها تغلي مع نفسها. دلوقتي بعد ما الميه بتاعتنا غليت هننزل بالرز بعد ما غسلناه كويس قوي. بصي غسلناه وخليناه زي الفل. ننزل بقى واحده واحده. حتى لو في ميه ما تقلقيش عادي، ما يجراش حاجه. احنا غاسلينه كده او كده ومنزلين منه كل النشا بتاعته. ميته نضيفه زي الفل. بص بقى هقلبه معاكم. بس بقى للاسف معلش ما عنديش قرن فلفل انا حاطه. لا عادي تبداوا ما تحطوش على حسب رغبتك، بس هو بيخلي الرز تحفه. بس احنا عشان مش متوفر فعادي. هنغطيه بقى ونسيبه مع نفسه كده. دوقي الرز بتاعك، دوقي الميه بتاعته، دوقي كل حاجه، وتقومي مغطياه وتسيبيه لحد ما يتشرب وتقومي موطيه عليه. وكده كتر الف خيرك. وبعد كده هنوريكي هتطفي عليه امتى بالظبط. ودلوقتي وصلنا لنهايه الفيديو مع السمك السبيط اللي زي القمر. بجد الريحه حكايه 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 حكايه، والطعم مش قادره اقول لكم تحفه. جميل جميل. متنسوش تعملوا لنا اشتراك ولا تنسوا تعملوا لنا لايك وكومنت قمر منكم كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.